يا الله يا حماي. ايه حبيبي؟ المية مسقعة قوي. ليه طلعت بدري؟ بردت انا. ها؟ بردت من المية، جسمي تلج. يا حبيبي خذ لك غطس ثاني اترب بالانس. لا مش قادر. ها؟ مش قادر، انا خايف جلدي يسيح جوا في المية. جلدك يسيح؟ مش متعود على المية. ليه امال قعد فياض؟ انا بستحمى في السنة مقرب. يا حبيبي خذ لك غطس 2 3. لا مش قادر تاني يا حماي. تعرف يا سعيد، بحق يا ولدي كل حاجة كويسة بتعملها معاي. أنا بوصي عليك بنتي ليل نهار، أقول خلي بالك من سعيد. سعيد ده زينة الشباب، يعني إيه أكتر من الراجل حجز لنا دي يوز هنا في فندق إيتاب. الله يخليك يا حماي، برضو ده أنا خدامك. بالك الفندق ده من الفنادق المحترمة هنا في لوكسور. أنت هتقول لي فندق إيتاب ده مشهور عالميا. أيوة اللهم صل على النبي، أنا هاجي كل يوم هنا بصراحة يعني. لكن الفندق ده مصريين وخواجات ولا مصريين بس؟ جميع الجنسيات يا ولد. جميع الجنسيات؟ جميع الجنسيات. صل على النبي. وطبيخهم حلو هنا سعيد، طبيخهم حلو هنا. طبيخهم حلو؟ ايوه بيطبخوا هنا الويكه حلوه قوي صراحه. لما اكلت لي خابور ويكه كان طعمه حلو قوي. انا بكره ان شاء الله هخش للشيف ثاني اقول له يا باشا لو سمحت توصى بالويكه، ويكه وملوخيه. ويكه وملوخيه. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. انت تبع مين؟ يا باشا حضرتك تبع مين؟ تبع مين؟ ده خطيب بنتي نسيبي سعيد. خطيب بنتك نسيبي؟ تبع سعيد. ايوه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انت دخلت حجزت ولا حاجه يا استاذ سعيد؟ لا دخلت من الباب انا. دخلت من الباب، يعني الباب اللي حجز لك ودخلت؟ لا ما حجزليش، انا لقيت الباب مفتوح قلت اخش انا وحماي افسحوا هنا شويه. تفسحوا هنا شويه. راجل مقبوط من ساعه ما طلع على المعاش. فقلت اروق عليه شويه. عادي كده ومفيش. الله يبارك لكم، بصراحه فندق محترم يا حج. الله يكرمك. فندق محترم وخدمه 5 ستار. الله يكرمك. الله انا يخليك. هخلص من هنا وهاخذ ان شاء الله خطيب بنتي وهطلع بيه على الجاكوزي الساونا، بس خايفه بصراحه لا يسيح مني جوا. خطيب بنتك بسم الله ما شاء الله. خطيب بنتك. ايه الله الجاكوزي ده يا حماي؟ الجاكوزي هذا النظافه للجسم كله. ما انت ايش فهمك انت اصلا في النظافه؟ يا ابني ما عنديش اسهال انا الحاجات دي. يا بابا جاكوزي يا باشا. يا ابني امرني انت اي خدمه؟ اسهال والكلام ده، وانت هنا في اجانب بيعرفوا الكلمه دي برضو والكلام ده كله. يا ابني ما هو بيقول لي جاكوزي يا حماي. يعني برضو يا حاج سعيد انت قلت لي الباب وانا سبتك تعدي خلاص. طب ما هو اللي بيقول لي جاكوزي. وعشان الراجل الطيب ده بيشكر فينا هنا في الفندق. الله يخليك. الله يبارك لك. شفت انا واصل ازاي يا حماي؟ ايوه تسلم السعيد. العلاقات تسمح لي انا اخش اي مكان. الله يخليك. خلاص يا باشا ان شاء الله وجبه العشاء ابقوا اعملوا لنا ويكه يا شيخ. تاني؟ ويكه ايوه تاني. النبي يا شيخ عشان بحبها قوي. تمام. ضاني ولا في ضاني عندكم؟ شويه شوربه كده تمرمخ فيهم وشك حلوين كده. ايه شويه شوربه. بيقول لك شويه شوربه تمرمغ فيهم وشك. ليه وانا هغسل بها وشي يا اخي؟ مش عارف والله. خلاص يا باشا تمام باذن الله. احنا هناخذ اخر غطس وهنحصلك على العشاء على طول. حبيب قلبي حبيب قلبي. الله يخليك. 5 ستار والله. ارجو ان المكان يكون عجبكم جدا. ده المكان فيه 5 ستار، حاجه تشرف. الله يكرمك. الله يكرمك. يعني ده رايكم الحمد لله في المكان بتاعنا. شكرا جدا. والحمد لله يعني احنا سعداء ان انتوا هنا معانا. الله يخليك. ومشرفنا الاستاذ سعيد نسيبك وحضرتك يا حاج برضو. تسلم. وان شاء الله الاكل يعجبكم برضو ان شاء الله. لا عندكم مكرونه قلم؟ مكرونه قلم؟ عشان هو مسكين حلم حياته يطول. مش طب فيه انا اسال مكرونه قلم. ما تخافش لو ما فيش هجيب لك من المكتبه. خلاص يا ولد خلاص. كان نفسه يطول مسكين. خلاص يا حبيبي خلاص. حبيبي بقى خلاص يا ابني. خلاص معلش يا ساتر يا رب عليك. هو كاني انت ايه كده حساس قوي. هو مؤمن ان لو كل من المكرونه القلم هيطول، بس ما ربنا كريم. قال يا ابو القردان باكل كل يوم لحمه. قال له كان بان على عراقيبك. لا الله يخليك. خدوا وقتكم وافرحوا تحت امركم في اي حاجه. ربنا يبارك فيك. يلا بنحاول وندلك يا احمد. جدا ترجع كده قوي. انا قلت لك يا سعيد يا حبيبي تقل يا حبيبي.